20 معلومة جديدة ما كنتش تعرفها قبل كده عن أمريكا. أمريكا من الدول اللي لما بتيجي تسمع اسمها بيجي في بالك على طول إن ديت من أكتر البلدان الأغنياء في العالم، والناس اللي فيها عايشين بثراء ورفاهية وحاجات انت كلها عالم وردي في دماغك. فالنهاردة معاكم يحيى، وهقول لكم النهاردة على 20 معلومة ما كنتش تعرفها قبل كده عن أمريكا ممكن تغير وجهة نظرك عنها. المعلومة الأولى: واحد من كل 8 أمريكيين اشتغل قبل كده في سلسلة مطاعم ماكدونالدز. بغض النظر عن هو اشتغل ايه هناك، بس على حسب آخر إحصائية حصلت بيقولك إن في أكتر من 13,000 فرع لماكدونالدز في أمريكا. بس شركة أبل عندها فلوس أكتر من اللي موجودة في خزينة الدولة. قدرت شركة أبل من خلال منتجاتها الكتيرة وجودتها عالية جدا إن هي تحقق أرباح خيالية تحطم بيها سقف أرباح الشركات التانية. وعلى حسب الإحصائيات في الربع الثالث من السنة اللي فاتت كانت أرباح أبل لوحدها وصلت ل7.7 مليار دولار. عدد البقر في ولاية مونتانا أكتر من عدد السكان اللي هناك، وده بيرجع لأن اقتصاد ولاية مونتانا قائم في الأساس على الزراعة. المواطن الأمريكي بيستهلك من الموارد قد اللي بيستهلكه 32 مواطن من كينيا. الشعب الأمريكي معروف إن هو أكتر شعب بيستهلك الموارد على الكوكب، وفي نظرية بتقول إن لو كل الناس هتعيش زي الأمريكان هنحتاج 7 كرة أرضية علشان نعرف نعيش زيهم. أول شخص امتلك الرقيق اللي هم العبيد في أمريكا كان راجل أسود. لو أنت طالب ورياضي في نفس الوقت يبقى أنت كده اتفتحت لك طاقة القدر، لأن هناك الطلاب الرياضيين بيتعاملوا معاهم زي المشاهير، وبيتعمل لهم دوري. يعني لو أنت بتلعب كورة مثلا بيتعمل لهم دوري هناك وبيحضروا ملايين الناس. أمريكا ملهاش لغة رسمية، ممكن تتفاجئ من المعلومة دي، بس على الرغم من إن أغلب الناس اللي هناك بيتكلموا إنجليزي، بس ده ما كانش سبب كافي إن يخلي أمريكا لغتها الرسمية الإنجليزية. وحسب مكتب إحصاء أمريكي قال إن 58% من سكان أمريكا لغتهم الأصلية مش الإنجليزية، بس هم بيضطروا إن هم يتكلموا إنجليزي علشان يندمجوا ويعرفوا يتواصلوا مع الناس. واحد من كل 3 أمريكيين مصابين بالسمنة المفرطة، وده طبعا راجع لأنهم من أكتر الشعوب اللي بتطلب المطاعم الوجبات السريعة وبياكلوا منها بكميات كبيرة جدا. الأمريكيين بيؤمنوا بالاستنساخ، تقريبا 25% من الأمريكيين مؤمنين بالاستنساخ. والاستنساخ دوت اللي هو الرجوع للحياة بعد ما انت تموت بس في هيئة حد تاني، وبيقولوا ان دي طريقة روحية لتحسين الذات. الأطفال في أمريكا اللي مش بالغين ممكن إن هم يدخنوا، بس ما ينفعش يشتروا السجاير. الأخطاء الطبية هي السبب السادس للوفاة في أمريكا. في دراسة أجرتها ولاية تكساس عن حجم الأخطاء الطبية، وأظهرت إن في 1.2 مليون شخص من البالغين اللي بيروحوا المستشفيات بيحصلوا على تشخيص خطأ، مما بيؤدي معظمهم إلى الوفاة. ولاية فيرجينيا مسميينها أم الرؤساء عشان خرج منها 8 رؤساء لأمريكا، وهم ويليام هنري هارسون، جيمس مونرو، وودرو ويلسون، وجون تايلور، وتوماس جيفرسون، وزيكاري تايلور، وجورج واشنطن. 27% من الأمريكيين مش مصدقين بقصة صعودهم للقمر، وأول واحد كشف الموضوع دوت هو الكاتب الأمريكي بيل كيسينج، واستدل على كده بأخطاء كتيرة كانت موجودة في الفيديو اللي اتنشر. وأهم خطأ كان موجود هو العلم اللي كان بيرفرف في القمر اللي مفيش فيه هوا. لو كان في جيبك $10 وانت مش مديون يبقى انت كده أغنى من 25% من الأمريكيين، والسبب طبعا بيرجع لبطاقة الائتمان اللي هم شايفين ان دي وسيلة للحياة ما يعرفوش يعيشوا من غيرها، فبيسحبوا وفي الآخر بيبقى عليهم فلوس كتيرة جدا. البيتزا اللي بتقدم يوميا في أمريكا بتساوي 100 فدان، لأن البيتزا في أمريكا زي كرة القدم وموسيقى البوب، يعني حاجة من التقاليد الأمريكية، وهي حاجة أصلا من الحاجات المكتسبة من ثقافات أخرى ما كانتش تبعهم من الأساس. المواطن الأمريكي بيغير شغلته مرة كل 4 سنوات. في دراسة بتقول إن في سببين هما السببين الرئيسيين لأن البني آدم في أمريكا بيغير شغلته كل 4 سنوات أو يعني فترة قليلة. السبب الأولاني هو المدير، السبب الثاني عدم حبه لطبيعة العمل، وهو بالنسبة له الشغل ده هو مصدر دخل فقط لا غير، فما بيجيش على نفسه ويستحمل، لا هو لو الشغل ما عجبوش بيمشي. مكتبة الكونجرس بتحتفظ بكل تغريدة في الأرشيف بتاعها، والسبب من ده إن هم شايفين إن دي طريقة أسهل لتوثيق الحقائق، لأن هم بيرجعوا للتغريدات ديت بدل ما يرجعوا للحاجات المكتوبة والكتب والكلام ده. الحكومة الأمريكية قتلت الآلاف عن طريق تسميم المشروبات الكحولية. في فترة من الفترات أمريكا منعت بيع وإنتاج الكحول، والفترة دي استمرت 13 سنة. في ال 13 سنة دول في آلاف القتلى
وقعوا بسبب ان هم خالفوا القوانين وشربوا خمر. طبعا الحكومه قالت ان دوت بسبب ان الخمر اللي شربوها كانت بايظه، بس بعد دراسات وتحاليل تم اثبات ان الحكومه هي اللي سممت الخمره دي. 40% من المواليد في امريكا من امهات غير متزوجين. علم امريكا موجود في كل شبر من الاراضي الامريكيه، لو رحت في اي حته هتلاقي علم امريكا فوق. سبب وراه دوت محدش عارفه، بس ناس بيقولوا ان ده اعلان للقوميه، والناس تانيين شايفين ان لو الدوله سويه وعارفه قد ايه شعبها بيحبها مش مضطره هي ان هي تظهر الرموز والشعارات بالشكل المبالغ فيه ده، وان دوت مجرد غطاء للتفكك اللي امريكا فيه. والبعض الاخر بيقولك انك لازم تبقى ماسك العلم الامريكي بايدينك الاتنين في اي حته رحت فيها علشان ما يتهموكش ان انت معادي لامريكا. بكده يبقى احنا خلصنا ال20 معلومه عن امريكا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت، ويا ريت تكتب في الكومنتات عايزني اتكلم عن اي دوله في الفيديوهات اللي جايه. سلام.